الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. مجموعة من البنات يسقسيوا على حكم زواج المتعة، نكاح المتعة، هذا اللي جابوه لنا الشيعة والتشيع للجزائر، يجوا يصيدوا في الغاشي باسم حبوا أهل البيت، والجزائريين يحبوا أهل البيت، ولكن احنا ما نعتقدوش أن أهل البيت معصومين، نعتقد بلي أهل البيت من الصالحين، وأغلب أغلب الشعب الجزائري من أهل البيت، لأن أهل البيت لما اضطهدوا في المشرق، لما اضطهدوا في المشرق واضطهدتهم الدولة الأموية، وين هربوا؟ هربوا إلى شمال إفريقيا، هربوا عندنا. ولذلك الأنساب في الجزائر غالبيتهم يعني كما البوازيد، ويعني كما طيبات، كما أغلب يعني أغلب إن شاء الله الشعب الجزائري فهو شريف، فشرفاء ينتموا إلى سيدنا الحسن أو الحسين وإلى فاطمة. ما لا هذو متاع الشيعة في الجزائر أم يصيدوا. أنا لا أحب الدود، ولكن السمك يحب الدود ما لا يصيدوا عفوا، يجوا يصيدوا، يجيك باسم أهل البيت، ولما تولي تحب أهل البيت احنا نحب أهل البيت. ولذلك في مناظرة وقعت بيني وبين أحد الشيعة في العراق، بيني وبينه وقعت مناظرة، قال لي انتوما الصابئة، استغفر الله، انتوما النواصب، ما تحبوش أهل البيت. قلت له يا أخي نتحاسبوا، هيا بينا نتحاسبوا، شعال كاين حسن وحسين وعلي وفاطمة في العائلة نتاعك، وشعال كاين حسن وحسين وعلي وفاطمة في العائلة نتاعي، هيا نتحاسبوا. بديتوا أنا الحمد لله خالي واسمه الحسين، جدي واسمه علي، جدة فاطمة، أمي فاطمة، نسيبتي فاطمة ورحت بها. يعني كاين عائلة جزائرية ما عندهمش حسن أو حسين أو فاطمة أو علي، يعني قلت له روح لأي حومة في الجزائر عيط يا علي يخرجوا لك 10 15، كله امرأة جزائرية. أيام الاستعمار فرنسا كان يعيط لها فاطمة، لأن عندهم علم اللي هذا اسم تاع شرف، المرأة تتشرف، والراجل يعيطوا له محمد لأنه يتشرف باش يحمل اسم النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له تفضل أنت، هيا أنت قل لي شحال عندك علي في العائلة؟ قال لي ما كان. شحال عندك حسن؟ شحال عندك حسين؟ شحال عندكم فاطمة؟ قال لي ما كان. واحد اسمه الصدر ما لنا تنسمي رجلين والكرعين والفخاتين، والآخر اسمه مش وين رايحين. الجزائر يحبوا أهل البيت، جابوا لنا زواج المتعة هذا. وشنو هو نكاح المتعة وزواج المتعة؟ افهموا مليح يا نساء باش تفهموا بعضكم بعض، باش ما يجوش يخدعوكم. ينتشر التشيع باسم زواج المتعة. زواج المتعة هو زواج مؤقت، يجي يخطب الطفلة، يقول أنا اديك ساعة ونعطيك دراهم نخلصك، ساعة ساعتين أنهار يومين عام، هو زواج فيه الوقت المؤقت. ثم ماشي أو جاي يخطب طفلة يتزوج كيما نتزوجوا كاع والحمد لله، لا هو فيه الوقت يحدد لها. قال يا ودي نديك سمانة ونعطيك الصداق. هذا زواج متعة، هو الزنا بعينه، ولكن راحوا غلفوها باسم أهل البيت وباسم إحياء السنة وباسم كذا. هذا الشيعة هذا لو يفتي في العاصمة باللي زواج المتعة يجوز. هذا أنا رحت ليه ودرت له امتحان، والله يغفر لي ويسامحني، بس كان الهدف تاعي باش نكسره، باش ننقذ بنات الناس. أنا رحت ليه قلت له جيت ليك باش تعطيني بنتك يومين ونعطيك 300,000. ما لا بدا يشعر في البزاق تاعو. قام بعد قال لي لا قلت له كيف؟ لما تعلق الأمر ببنات الناس راك تفتي باللي زواج المتعة يجوز، ولما تعلق ببنتك راك تقول لا وكاين أقوال وأنا بنتي علاه طبق. والله مستحيل يعطيك بنته. روح لواحد شيعي يقول له اعطيني بنتك ساعة،
كان واحد الشيعي في ويسو في العاصمة في ويسو، وكان شيعي متعصب وجاهل، كان يفتي لبنات الناس بنكاح المتعة، تزوجوا ساعة ساعتين 4 ساعة يومين، كان يفتي. راح ليه واحد مولاد ويسو ربي يحفظه، راح ليه قال له جيت ليك باش تعطيني اختك 3 سوايع. قال له دقيقة، تخلف الشاقورة وجا موراه، هذه هي بالشاقورة يا أخي أنت تفتيها لبنات الناس. ما لا سمعوا وش جاء في السنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. واللي هو الحديث هو سيدنا علي بن أبي طالب إمام أهل البيت، ما يجيش تكذب علينا باسم علي بن أبي طالب. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح يعني فتح مكة عن متعة النساء. وفي رواية أخرى للإمام مسلم عن ربيع بن سبرة عن أبيه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هاك تسمع، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، لأن الشريعة الإسلامية يعني كما الخمر ربي يعني أباحه في المرة الأولى، ومن بعدها قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ضيق عليهم، ومن بعدها حرمه. هكذاك المسائل هذه الشريعة في البداية جاءت بإباحة المتعة، إباحة المتعة للمسافر الذي انقطع به أهله والذي يخشى عليه الزنا ويعطي لها صدق ويتزوج حقيقة وينسب الولد إليه، ولكن بعد ذلك حرمته إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذا الآية ما تتكلمش على زواج المتعة تاع الشيعة، تتكلم على الزواج الحقيقي، لأن الشريعة الإسلامية تجعل المتعة الحقيقية في الزواج الحقيقي، هذا هي اللي فيه متعة. أما الزنا وش من متعة، أما الحرام وش من متعة. وزيدوا اسمعوا شوفوا وش قال لك في الشروط الفقهية تاع زواج المتعة. أولا لا يتوارثان، يعني هذا الزواج تاع الشيعة هذا اللي جابوهن، إذا واحد عقد على امرأة مؤقتا يعني لمدة زمنية ما تورثوا ما يورثها، لو كان يموت ما تورثوش، ولو كان تموت ما يورثهاش. زيد لا ينفق عليها، يعطي لها دراهمها برك، قال ينتمتع بك لمدة 6 سوايع، يعطي لها الأجرة تاعها، وهذا هو الزنا بعينه. ما ينفقش عليها، إذا مرضت ما يوكلها، ما يشربها، ما يكسيها، ما يكري لها دار، عنده 6 سوايع تاعو وعندها 400,000 تاعها. هذا وشنو هذا زواج. زيد اسمع: ولا يقع الطلاق، ما تطلقش، معناتها كي تخلص المدة تروح، يتفقوا على مدة، كي تخلص المدة تروح بلا ما يطلقها، لا يقع فيه الطلاق. زيد لا ينسب فيه الولد لوالديه، ما المرأة إذا حملت لا تنسب الولد لهذاك الوالد، على لأن ما يعرف شحال تمتعت، لأن ليس فيه عدة، غير تكمل من هذا الرجل تزيد دير متعة مع واحد آخر، تكمل زيد متعة مع واحد آخر. ثم الرجل يقدر يعقد على 1000 امرأة في المتعة في وقت واحد، يعني ماشي محدود بالأربعة كما أمرت الشريعة، يجوز 10 20 30 في وقت واحد. واش نسمو هذا؟ واسمه زواج. زيد ليس فيه ولي، لا يشترط فيه الولي، يتفق مع الطفلة. وعلى هذوك الشيعة في الجزائر هم يطيحوهم في الحب، يعمل يطيبها، كي تولي تحبه يعرض عليها المتعة ويقول لها راكي حيتي فقه أهل البيت. ليس فيه ولي. زيد ليس فيه وليمة، ولا يشترط فيه الإشهار ولا الإعلان، ما فيه عرس، ما فيه وليمة، ما فيه والو، يتفق معها على مبلغ يديها وخلاص. كذلك نختم: يجوز التمتع بالمتزوجة، هذا زواج، يعني حتى المتزوجة يجوز في هذا الفقه أن تتمتع ويتمتع بها مقابل أجرة. هذا هو الزنا بعينه. سئل جعفر الصادق
عن زواج المتعة فقال هو الزنا بعينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه على بالي تزاير وكانت تقاس هذا يولي أكثر من الأمير عبد القادر. يحبوا تزاير بس ما يحبوش الظلم.纳哈 TV Algeria， 纳哈电视台阿尔及利亚。 Best wishes to all.